دي بصلايه مبشوره على طماطمايه مبشوره على فلفل اسود على كمان ملح. ودي التتبيله بتاعتي اللي هتبل بيها الفراخ. وزي ما انتم عارفين انا اي فراخ ايام ما كنا بنجيب بقى فراخ على طول، هي دي التتبيله بتاعت الفراخ اللي بسيب الفراخ فيها يوم. فانا تبلت الفراخ كده من جوه ومن بره. التتبيله دي بتخلي تسكيره كده للفراخ وطعمها بيبقى حلو. دي معلقه من السمنه بقى، وهننزل عليهم كمان ببصلايه ناعمه، نقلب تقليبه كده والتانيه، ونحط عليها معلقه الملح. وكمان الكبده بتاعت الفراخ مقطعينها صغيره، بس انا الفراخ ده هحشيها، ما احنا بقالنا شهر فقلنا برضو نروق على العيال. ومعلقه فلفل اسود ومعلقه الكاري ورشه من الكزبره الناشفه. هقلب كده. والكبده دي يا جماعه بالقلوب انا هحمرها، وبعد ما تتحمر دي كوبايه رز مغسوله ومنقوعه ومتصفيه، مغسوله ومتصفيه. هقلب الرز لحد لما ميته تنشف. هبتدي احط نص كوب ميه سخنه، انا مش بسويه سوا كامل. طب لو حضرتك ما بتعرفيش المعيار من الكتل يبقى قيسي كده نص كوبايه ميه سخنه وظبطي حالك. احنا حافظين. فبالتالي كده الرز زي ما انتم شايفين اهوت بتقلبه قدامكم محمد. والكبد طبعا انا محمرها قبليها فمدت طعم وفليفر حلو قوي للرز بتاعنا. وشايفين في عضه بيضه اهي، هي العضه ديت هو كده كده هيكمل سوا جوه الفرخه. وجبت بقى الفرختين بتوعنا، احنا عاملين حفله مع فرختين بعد شهر. المهم فانا بحشي بقى من هنا. انا مش بحشي يا جماعه الصدر بتاع الفرخه، لا انا بحشي البطن اللي هي الحصاله بتاعت الايه الفرخه. الصدر الفرخه ده ما بحشوش. بس بصوا بقى هنا الفكره، انا بحشي منين؟ من عند الصدر واسحب الرز. الحصاله حشيتها بطريقه سهله جدا مش من عند الزور. لو حشيتها من عند الزور هتتعبك وهتضايقك جدا جدا وممكن تخليك تزهقي من موضوع الحشو. وسهل جدا بقى نحشي البطن زي ما انتم شايفين اهو، سهله جدا. اهم حاجه الحصاله دي او الزور بيتحشي ازاي زي ما انتم شفتوا كده. وبندخل الفرخه واحده في فتحه الفرخه واحده تحت رجليها على طول، والفرخه اتقفلت. الفرختين بنفس الطريقه. شايفين كام رجل الفرختين؟ شوف الفرختين طلع لهم كام رجل دول، مش عارف هم كتير، بس طبعا دول لما بتاع الفراخ ظبطني اداني شويه رجول. وهنا بقى اول وصفه بتاعتنا، دول حوالي 3 حبات بطاطس على فلفلتين رومي على جزرايه مبشوره على بصلايه. وطبعا هتبل الخضار بتاعي ده بملح وفلفل اسود، وحطيت كام فص ثوم عشان انا بحب الثوم، وحبهان طبعا بندقه نفتحه عشان يطلع الطعم بتاعه، وورق لورا. وهو ده الخضار السوتيه. الناس بتوع الرجيم وبتوع الخضار السوتيه يتفرجوا على الفيديو ده هيعجبهم قوي قوي قوي. هنقلب الخضار بتاعنا بقى ونجيب الكيس الحراري دوت، هنحط فيه معلقه من الدقيق نعفره. يعني ايه؟ تفتح الكيس الحراري دوت وتحط فيه معلقه من الدقيق تنفخيه كده، وبعدين تبتدي تحط فيه الفرخه وتحط فيه الخضار بتاعك. طب التعفيره دي بتعمل ايه؟ تخلي الكيس الحراري يفتح معاكي وما يلزقش في الفرخه ويحمرها وتبقى زي الفل. وبتقفليه باللوك اللي بيجي مع ايه؟ مع الكيس بتاع اللوك اللي هو الابيض ده. هنا شيء مهم قوي بقى، اهم حاجه الهواء اللي جوه الكيس دوت لازم تخرجيه. هنعمل ثقوب جوه الكيس فالهواء هيخرج منه. وكمان هنسقي هنحط حوالي 3 ارباع كوب ميه سخنه. ميه سخنه يا جماعه مش ميه ساقعه، ونحطها في الفرن لمده ساعه. تمام كده. ادي اول وصفه معانا خلصت، واللي هي الفراخ. بصوا طالعه، بصوا بقى الكيس ده ميزه الدقيق اهو، ما خلاهاش لازقه وطالعه متحمره لونها تحفه. الناس بتوع الرجيم والسوتيه والاكل الصحي والاكل الدايت الوصفه دي بتاعتكم. والبطاطس طالعه دايبه دايبه دايبه. عايز ازود الخضار بقى اللي انت عايزاه، كوسه بقى جزر بقى اللي انت عايزاه. انا عملت اللي الاولاد عايزينه. والرز بصوا يا جماعه طلع اهو مستوي 10 على 10. والفرخه مهريه ساعه في الفرن. لو بالمناسبه دي فراخ بلدي، دي خبزه يا جماعه، خبزه خضراء، وبعملها طشه كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. وصفه الخبزه موجوده على الصفحه وموجوده على قناتنا، القناه بتاعتي على اليوتيوب، القناه اسمها ايه؟ مطبخ هاني وهبه. فاللي عايز يشوف الوصفه بتاعت الخبيزه يخش على الصفحه هيلاقيني انا عاملها الفيديو كله على بعضه 3 دقايق يتفرجوا عليه. اكله شتويه ورخيصه وطعمها جميل قوي. الخبيزه دي يا جماعه تحفه، جربوها وقولوا لي ايه رايكم.